ده احنا لولا اللي احنا جرينا ما كناش هننفد منها. الحمد لله يا جدع، بس الحمد لله. ده احنا لو كنا اتمسكنا كنا رحنا في داهيه. بس هي الست دي يا جدع دي عندها ده بيدفع 10 ستات. الله، انت وقعت عليها منين دي يا منصور؟ ما تقول لنا. ايه رايك يا عم؟ مفيش. جارة واحد صاحبي وانا كنت بقعد عنده على طول وبشوفها طالعه نازله طالعه نازله وايديها ورقبتها بيلمعوا، وانت عارف بقى انا قلبي بيرفرف لما بشوف حاجه بتلمع، فقررت ونفذت. وبعدين يا عم قلت لك اكله بحلاوه. يدوم العز يا عم منصور. بصراحة كده أنا كنت هتقفش والعسكري كان هيمسكني. لولا مجدي بقى الله يخليه شنكله كان زماني دلوقتي في الكلبوش. ربنا يخليك يا مجدي. اي خدمه يا صاحبي، علشان بس تبقى تعرف قيمتي، مع انكم ما كنتوش عاوزين ندخل شلتكم في يوم من الايام، صح ولا انا غلطان؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا جدع؟ ده شرف لينا انك تبقى معانا. يعني ما لولاك النهارده كان زماني سامي راح في كلبوش، صح ولا ايه يا سامي؟ صح يا منصور. قشطه، ماشي. ما انتوا دلوقتي بقيتوا تحبوني، لكن زمان قبل ما تعرفوني فاكرين كنتوا بتقولوا عليا ايه؟ ها فاكرين ولا؟ لا مجدي لا ما ينفعش، أنت عبيط ولا إيه؟ يا عم ما تفهم يا عم، وجود مجدي معانا مهم. ليه بقى إن شاء الله وأنا إلا ولا إيه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا صاحبي؟ ده انت الخير والبركه وهتقول كده. يا عم ما هو من الآخر كده أنا مش شايف له لازمة. وبعدين مجدي لا يا عم، ده ما ينفع، ده عيل خواف كده وفافي وبتاع كنايس. اديك قلتها، فافي وبتاع كنايس. ومن الاخر كده يا جدع انا كل ما بشوف الواد ده بحس قد ايه احنا وحشين، فلازم اجيب مناخيره الارض. فهمت ولا ما فهمتش؟ يا سلام، طب وإيه المصلحة يعني؟ يا ابني فهمني يا ابني، ما هي حاجه من الاثنين، يا اما يبقى معانا ويسرق معانا واحنا كده كده محتاجين واحد المده دي وهنديله اي حاجه، يا اما يمشي معانا شويه ويحسن صورتنا قدام الناس. ودمتم على كده، يعني في الحالتين احنا اللي مستفيدين. يا سلام على الدماغ المتكلفة على حق، والله تستاهل برشامة كفاءة. ها افتكرتم ولا لا؟ المهم ما علينا يا صاحبي، انا بس كنت عاوز اقول لك اني مترجم كل حاجه، وان خطوه النمله انا بعرفها، ماشي ولا مش ماشي؟ امين يا ابو مجدي، على حق يا صاحبي. ما علينا، تعالوا بقى نوزع المصلحة دي ونشوف طلعنا بإيه. قبل ما اي حاجه تتفتح انا عاوز افهم، انتوا ليه بتدوني الربع وتاخدوا انتوا التلات ارباع؟ من النهارده وطالع انا زيكم. والنهارده بالذات لان لولا يا سامي بيه كان زمانك مبيت في التخشيبه، وكان زماننا جايبين بنصيبك عيش وحلاوه. يلا اطلع لك ضوافر يا مجدي. الجور السعيد يا سيد نفسك. خلاص بقى، انت مش شايف لولا يا منصور؟ ما قلت خلاص. مجدي عنده حق، من النهارده الحاجه هتتقسم على 3. ده نصيبك يا عم سامي، وده نصيبي، وده نصيبك يا عم مجدي. مرضي يابا؟ مرضي يا عم. خلاص بقى يا مجدي ما تزعلش. يفضل انت اخويا الصغير، يالا في حد يزعل من اخوه برضه؟ يعني يا اصفر يا دهب ابيض يا الماس. بقول لكم ايه بقى يا رجاله، انا هتجه انا بقى. ايه يا عم رايح فين؟ هروح وبكره على القهوه. قشطه قشطه. يلا سلام يا رجاله. سلام يا مجدي. يعني انت على طول كاسفني كده يعني؟ يا ابني ما تفهم يا ابني، اللي زي مجدي ده لازم تتعامل معاه كده، حبه بشويش، تاخده بهدوء وبكل برود. يا ابو مجدي، كويس انك قاعد النهارده في البيت، ده احنا بقالنا كتير قوي ما قعدناش مع بعض. معلش يا ام مجدي،
ما انت عارفه الموضوع وعارفه الحكايه من اولها لاخرها. شغل صبح وشغل ليل، ويا دوبك يوم الاجازه بقدر اروح القداس الصبح وبالليل بروح خدمتي. الله، البت مريم يسمع لها حس يعني. موجودة يا ابو مجدي. يا مريم، يا مريم. ايوه يا ماما حاضر انا جايه. ايه ده بابا قاعد معانا؟ ده اكيد النهارده العيد. وبعدين معاك يا بنت يا عفريته انت، مش هتبطلي هزار؟ ما انت عارفه لسه بقول لوالدتك شغل الصبح وشغل بالليل، كل ده عشانكم انتوا وعشان اخوكي مجدي. معلش يا بنتي، سامحيني يا بنتي، معلش. ربنا يقويك يا ابو مجدي ويخليك لينا لغاية ما نفرح بمجدي كده ونشوف ولاده يا رب. يا رب يا رب يا ام مجدي. نفسي كده ربنا يديني الصحه لحد ما اشوف مجدي راجل ومتجوز في بيته، واطمن على مريم في بيتها وتكون سعيده مع جوزها. ساعتها بس اقول قد اكملت السعي. ربنا يديلك طول العمر يا ابو مجدي. إن كان في مشكلة كده كنت عايزة اقول لك عليها. خير؟ ايه البيت محتاج حاجه؟ محتاجه فلوس ولا حاجه يا ام مجدي؟ لا يا ابو مجدي مستورة والحمد لله. إن كان في مشكلة كده وما كنتش لاقيه لها حل. يا ماما مش وقته. قولي لي بس ايه اللي حصل؟ قلقتيني. هو ما حصلش حاجة يا ابو مجدي، كان انا خايفة استنى لغاية لما يحصل. انا بصراحة كده حاسة ان مجدي متغير بقاله فترة. انت مش واخد بالك. وبعدين ما انا لسه بحكي لك وبقول لك شغل صبح وشغل ليل، وبعدين المفروض انت موجوده مكاني. المهم مجدي ماله؟ عمل ايه؟ بقاله فترة مش مجدي اللي انا عارفاه. بقى على طول خلقه ضيق وبيتنرفز عليا، وحتى لهجته في الكلام متغيرة ومش على بعضه. صدقني في حاجة غلط. يا ماما ما تقلقيش بابا على مجدي، ما تخافش يا بابا، مجدي كويس. يا ابو مجدي اسمعيني كويس، هو بس تلاقي الامتحانات قربت واعصابه بايظه شويه من كتر المذاكره اليومين دول بالليل. لا يا ابو مجدي الموضوع مش موضوع امتحانات. صدقني هو في حاجة. ده حتى اصحابه بتوع الكنيسة ما بقوش بيكلموه. مبقاش حد بيكلمه غير واحد اسمه منصور وواحد تاني اسمه سامي. يا ماما يا ماما يا حبيبتي، مش سامي ده بتاع الكنيسه؟ امال بتقولي ما حدش بيسال عنه ازاي بس من الكنيسه؟ لا سامي بتاع الكنيسة انا عارفة صوته كويس، لكن ده سامي تاني. لهجته كده متغيرة ومش على بعضه، وعلى طول بحس ان هما الاتنين مخبيين عني حاجة. طمني يا ام مجدي، ابن خادم وبتاع كنيسه، اطمني عليه ما تقلقيش انت بس. ايوه يا ابو مجدي، بس ما تنساش ان المعاشرات الرضية بتفسد الاخلاق الجيدة، وهو من ساعة ما عرف الشلة دي لا بيروح جامعة ولا كنيسة. فهمت بقى انا قلقانة ليه؟ ايه؟ ما بيروحش الكنيسه؟ بقاله قد ايه؟ يجي شهرين كده يا ابو مجدي. شهرين؟ صلي له صلي له يا ام مجدي ربنا يصلح حاله، وانا كمان هصلي له. بقول لكم ايه، تعالوا نقعد مع بعض جوه شويه، بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض. حاضر يا تعالوا. ابو مجدي. يا نهار اسود ومنيل. انا كنت عايز اجي بيتنا، انا ايه اللي جابني هنا؟ اما نخبي بقى المصلحه دي علشان هي مش طالبه وجع دماغ خالص النهارده. يا لهوي على الباب ده. باب بيتنا بيقفل لوحده. ايه ده؟ بابا؟ ايه؟ غريبه ولا حاجه يا مجدي؟ لا مش غريبه ولا حاجه. في حاجه يا بابا؟ كنت فين يا مجدي؟ انا كنت بذاكر عند واحد صاحبي يا بابا. كنت بتذاكر عند واحد صاحبك كده؟ لا كنت بذاكر كده. انا ما بهرجش يا مجدي. كنت فين لحد دلوقتي؟ انا كنت عند صاحبي يا بابا، ما انا قلت لك. اسمه ايه صاحبك ده؟ واحد صاحبي كده اسمه منصور. اسمه منصور. قول لي يا مجدي، انت ما بتروحش الكنيسه ليه؟ ما انا لسه كنت هناك الاسبوع اللي فات يا بابا. تكذب كمان يا مجدي؟ بتعمل الغلط وكمان بتكذب؟ امك اتصلت في الكنيسه وعرفت انك ما بتروحش الكنيسه بقالك اكتر من شهرين. ما بابا اصل هو انا افهمك بقى اللي حصل. انا كنت عاوز انزل، بس انا بقى راحت عليا نومه، فانا افتكرت بقى ان انا نزلت. معلش بقى يا بابا، راحت عليا نومه. مالك يا حبيبي؟ مالك يا مجدي؟ انت بتشرب حاجه يا حبيبي؟ اوعى تكون حد بيديك حاجه يا مجدي تتعاطاها يا بابا. بل فين مجدي؟ فين مجدي ابني وصاحبي اللي كان بيجي يحكي لي على كل حاجه؟ بعيد عني ليه يا ابني؟ انت كلمني. يا بص بقى يا بابا، انا اقول لك على حاجه حلوه قوي. انا هنام هنا جنبك على الكنبه لحد الصبح علشان اول ما تصحى تلاقيني. خلاص؟ يلا تصبح على خير بقى يا بابا. مجدي
لا تمام تمام يا بابا ما تقلقش. قوم احلقك. ترى فيك ايه يا مجدي يا ابني؟ مال؟ متغير ليه؟ ده أول مرة أحس إنه بعيد عني. يا عذرا يا عذرا يا منور، أنا بلجأ لك في ديتي. ابنك مجدي غرقان، مديله إيديكي، وصليه لبر الأمان. يا عذرا يا شفاعتي وشفاعتي ابني مجدي، وقفي جنبينا، احنا محتاجينك أوي. اديلنا ايدك، احنا محتاجين لحضنك، محتاجين لحضنك يا عذرا، محتاجين لحضنك يا عذرا، محتاجين لحضنك يا عذرا. في ايه يا منصور؟ في ايه يا اخي؟ صحتني وجبتني علامه على وشي وما قلتليش في ايه؟ ده انت زنان قوي يا جدع، ما قلت لك انا ما اعرفش حاجه، كل اللي اعرفه اللي مجدي كلمني وقال لي عايزك انت وسامي، فكلمتك ونزلنا له، اكتر من كده ما اعرفش. يا نهار اسود يا عم، لحسن يكون اتقفش بالدهب بتاع امبارح وفتن علينا وجايب لنا مصيبه وهو جاي. لا 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 يا عم انت، لو صوته كان في حاجه كنت حسيت. لا وبعدين يا عم انت لان كده ليه؟ مين ده اللي جاب لنا مصيبه؟ مجدي يا عم. مجدي؟ مجدي جاب لنا احنا مصيبه؟ انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ انت ناسي مجدي ده كان اصلا ايه في يوم من الايام؟ لا مش ناسي، بس ما تنساش عمل معانا ايه امبارح. مجدي؟ لا يا عم لا، انت عبيط ولا يا ابني ولا ايه؟ انت ناسي مجدي ده كان ايه في يوم من الايام؟ يا ابني مجدي ده كان يا ماما يا ماما مجدي يا يا ابني ماما انت جاي. فين؟ انا نازل بقى يا ماما، عاوزه حاجه؟ لا يا ابني ربنا معاك والعذراء تحميك، وركز كده وانت بتذاكر، نفسنا في تقدير حلو السنه دي. حاضر يا ماما، صلي لي. صلوات القديسين يا ابني. سلام يا ماما. سلام يا ابني. مساء الخير. مساء العسل على احلى شباب، شباب كنيستنا العظام. مساء الخير. ماشي. ايه يا مجدي يا حبيبي، انت شايل كتب ليه؟ هو في محاضرات بالليل ولا ايه؟ لا بس اصل كنت رايح اذاكر انا والشادي عند اندرو في البيت. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. شادي واندرو؟ خير يا حبيبي، ده بمناسبه ايه ان شاء الله يا مجدي؟ هو في مناسبه اهم من ان الامتحانات فاضل لها شهرين. شهرين؟ لا اتأخرنا، احنا اتأخرنا احنا معلش. طب شوف، انت حماتك بتحبك، لان انا معايا 3 تذاكر سينما ومش لاقيين حد تالت يجي معانا. ايه رايك لو تيجي معانا؟ طب يا جماعه الشادي ده قول له انا ايه؟ ما تقول له اي حاجه يا مجدي، ما ترمي لسه بدري عليه. ولا انت بقى مستعر مننا يا مجدي؟ تكملنا صورتنا وحشه في الكنيسه وسمعتنا قدام الناس يا مجدي، مش اللي هي يعني. لا انا ما شفتش منكم حاجه وحشه، فماليش دعوه بكلام الناس، انا ليا دعوه باللي انا شايفه بس. تبقى عيب لما تكسفنا في اول طلب نطلبه منك. ينفع تكسفه كده يا جماعه؟ طب اقول ايه للراجل اللي جاي ده؟ يا عم تقول له اي حاجه. قول له جالي مشوار مع قرايبي. يعني اكذب يعني؟ ومين قال لك اكذب يا مجدي؟ مش احنا اخواتك في المعموديه برضو؟ يا جماعه لا. طب والراجل انا بقول لك حلو جدا ويعجبني. ايه افتكرت؟ يا عم يا باشا قلبك اسود قوي كده، ما يغركش الشويتين بتوع امبارح دول. اللي فارق معايا الموقف بس يا صاحبي. موقف؟ الموقف يعني ما كانش طريقه يتكلم بيها قدامك دي، وبعدين انت طب كبير. بس ماشي بس عشان هو جاي نكمل كلامنا بعدين. ماشي. واحد ولا صباح الفل على اهل رجاله. صباح الفل. يا دي الجمال ده يالا، يا دي الرقه والحلاوه دي يالا، يعني انت مصحينا بدري وجايبنا على ملا وشي عشان تقول لنا صباح الفل صباح الخير يا سنغور. يا عم اقعد بس، دي الغباوه اللي على الصبح دي يا جدعان. انا فاهمكم اللي حصل. انا لما روحت امبارح لقيت ابويا قاعد مستنيني وراسه الف سيف، لا يعرف انا كنت فين وبعمل ايه. بس بقى يا معلم قعدت بقى من هنا لهنا، قلت له يا بابا انا داخل انام واول ما نصحى نكمل كلام بس، ونزلت بقى قبل ما هو يصحى. حكم انا عارف ابويا ده يا جدعان، لما يحط حاجه في دماغه ما بيخرجهاش ابدا، وانا مش طالبه معاه وجع دماغ. يعني انت هتعمل ايه في اليوم الاسود ده؟ هتروح ولا مش هتروح؟ غباوه تاني غباوه تاني. هو اللي غبي، كده هو اللي مش كتير. فاهمك. انا عارف اعمل ايه. هروح بس على بعد الظهر بالليل يكون الراجل نام يا عم. المهم احنا نبيع بقى المصلحه اللي معانا دي، نسهر بيها سهره صباح، ننسى القرف بتاع امبارح ده يا جدعان. لا
ما انت كده كده هتنساه، لان منصور عنده خبر حلو عشاننا. خبر ايه ده يا صاحبي؟ ست عجوزة انما عندها دهب وفلوس يعيشونا لغاية اخر الشهر مرتاحين ويأكلونا الشهر كمان، ومعايا نسخة من المفتاح، والست بتنام بدري وعارف مكان الحاجة. قلتوا ايه؟ ايوه يا منصور، بس احنا مش محتاجين دلوقتي، خليها قدام شويه يا جدع. يا عم البحر بيحب الزيادة ومحدش يقول اكل العيش لا. يا ابن الذين يا منصور، وقت على منين دي ياض؟ مفيش يا عم، ست كنت بروح ازورها اعمل لها لقمة اديها دواء. خدمة مسنين يعني يا مجدي. لكن ولا غالي عندي ولا حاجة، وحلال فيها السرقة. قلتوا ايه؟ طب والمفتاح جبته ازاي؟ مفيش يا عم، هي بتسيب على طول المفتاح جنب الباب، وانا نازل اجيب لها دواء، خدت المفتاح عملت عليه نسخة ورجعته تاني مكانه، ولا من شاف ولا من دري. عداني العيب يا صاحبي. وازح يا معلم. يا مجدي بتفكر في ايه؟ بقلبها في دماغي بس يا جدع. بتقلبها في دماغك برضو ولا خايف؟ لا، انا ما بخافش، انا معاك يا ريس. هننفذ امتى؟ النهارده بالليل. ها معاك يا ريس. وانا معاك يا ريس. انما قول لي يا مجدي صحيح، انت ايه يا حبيبي اللي خلاك بقيت معانا كده على طول، سارق واكل شارب نعيم معانا، بعد ما كنت خادم وبتقرا في الكتاب المقدس وبتعرف ربنا؟ خير يا صاحبي، في ايه؟ ايه يا عم، واحنا مش متفقين على الحلوه والمره مع بعضينا يعني؟ وبعدين ليه يا عم بس تعنيب الضمير ده؟ خلاص، انا هحكي لكم الحكايه، هحكي لكم الحكايه كلها من اولها لاخرها. تعال يا حبيبي، تعال اقعد، تعال. احنا هنقول بقى مع بعضينا اللحن اللي احنا حفظناه امبارح، خلاص؟ يلا. فلنسبح الرب لأنه مالك في ايه؟ لا مفيش حاجة. بس حلو اللحن دي يا أستاذ. أقول لك على حاجة، بحبك أوي يا أستاذ مجدي. وانا كمان بحبك، بس هو في حد بيحب حد بيخبي حاجة عليه؟ أنا مش مخبي حاجة. طب بص، أنا هقول لك، بس وعدني إن أنت ما تقولش لحد. اتفقنا؟ اتفقنا. قول لي بقى مالك؟ سنانك اصفرت وريحتك ما بقتش عجباني وصحتك مش زي زمان، كنت تنزل الملعب ما تخرجش منه غير لما الخدام يقفلوا. قول لي بقى مالك؟ بص بقى يا أستاذ مجدي، أنا بشرب سجاير. طب وليه كده؟ احنا مش عارفين ان ده غلط؟ سيبك من اللي احنا عارفينه. اول مره شربتها كحيت ولا لا؟ إيه؟ يعني بتاثر على صحتك، وكده انت ممكن ما تدخلش منتخب الكنيسه بقى يا بطل. لا يا أستاذ مجدي، ما أنا قلت لك عشان تساعدني أبطلها. طب انت بتشربها من امتى؟ من أسبوع. يعني نويت تبطلها؟ أيوه. طب انا هسالك سؤال وعارف انك مش هتكذب عليا، خد بالك احنا في الكنيسه. معاك سجاير دلوقتي؟ طب هاتها وانا هرميها، ومن النهارده اوعى تحطها تاني في بقك، اوعى تسمع كلام الشيطان وهو بيقول لك يا عم خد واحده جربها. لا. يا عمي دي مفيده. يا عمي علشان تبقى راجل. لا يا أستاذ مجدي. الله يا استاذ مجدي، بتعلم العيال شرب السجاير؟ لا بجد هاي. صدقيني حضرتك فاهمه الموضوع غلط. طب بدل ما تعلموا شرب السجاير علموا درس كتاب او لحن، اي حاجه يعني غير شرب السجاير. يا استاذه حضرتك فاهمه الموضوع غلط. انهي موضوع وانهي حكايه؟ ما كل حاجه واضحه زي الشمس. علبه السجاير دي يا بتاعتك يا بتاعت الولد. ايه بتاعت الولد؟ ما ترد، ساكت ليه؟ بتاعتي. برافو يا خادم يا محترم يا قدوه يا وجه لكنيستك. تعالوا يا ولاد، تعالوا اتفرجوا على استاذ مجدي الخادم المحترم القدوه بتاعتنا. شوفوه هو بيعلم العيال شرب السجاير. على العموم انت ليك امين خدمه يترد عليك. واعمل حسابك انت موقوف عن الخدمه من دلوقتي لحد ما نرد على امين الخدمه بتاعك.
شعب الكنيسة كله وحش. خرجت وجريت من الكنيسة. من يومها ما دخلتهاش تاني. كبيري بقى عدي من قدامك. ما بيني وبينك يا مجدي انت اللي غلطان. ما كنت يا عم قلت لي العلبه السجاير بتاعت الواد. ما انا اللي اعرفه اللي مش قد حاجه ما ما يعملهاش. كانش ينفع يا جدع، ده تمني على سره. طب ادي كمان خلاص بقى يا عم منصور، خلاص بقى، احنا هنقضيها بكا ونواح ولا ايه؟ المهم مش انت مبسوط دلوقتي يا عم مجدي؟ مبسوط. حلوة مبسوط. قولها تاني. طبعا مبسوط. ازاي يعني ما كنتش مبسوط؟ انا عملت حاجات كتير قوي عمري ما كنت بعملها ولا حتى فكرت اني اعملها. انا صاحبت ناس جديده، ومعايا فلوس كتير قوي. ممكن اشتري بيها اي حاجه في الدنيا دي. ممكن اشتريها بفلوس. القهوه ممكن اشتري كل حاجه في الدنيا دي تحت رجليا. كل ده تقول لي مبسوط؟ طبعا مبسوط لكن طب يلا عشان نلحق نحضر عمليه بالليل. يلا بينا. مبسوط لكن مش مرتاح. صباح الخير يا ام مجدي. صباح النور يا ابو مجدي. صحي النوم ده، اتاخرت على الشغل قوي النهارده. معلش اصل سهرت شويه امبارح بعد ما انت ما نمتي. يلا ايه فين مجدي؟ مجدي صحي ونزل واحنا نايمين، ما اعرفش راح فين. لكن انا عارف راح فين. راح فين؟ امبارح اتكلمنا شويه مع بعضينا بالليل واتفقنا نكمل كلامنا بكره الصبح، فهنزل عشان ما يكملش كلامه معايا طبعا. انا قلقانه عليه قوي يا ابو مجدي. ربنا يستر. ربنا يستر، ربنا يهديه. بقول لك ايه يا ام مجدي، انا جات لي فكره كده. ايه رايك اما اكلم ابونا يجي يصلي لنا في البيت شويه، يملى البيت بركه، وبالمره يقعد مع مجدي. فكره حلوه يا ابو مجدي. كلمه وخليه يجي لنا عشان نحكي له على حال مجدي، وبالمره نشوف. حاضر هتصل بيهم. الو، نقبل الايادي يا تسابونا. معاك المهندس ياسر. اهلا وسهلا بحضرتك. انا بخير. المهم قدسك، صحتك عامله ايه؟ نشكر ربنا. كان ليا رجاء عند حضرتك كده، يا ريت حضرتك تشرفنا في البيت، تصلي لنا، تملى البيت بركه، وبالمره تقعد مع مجدي ابنك تشوف حاله ماله كده. شكرا، اشكرك يا ابونا. نقبل الايادي. مع السلامه. الحمد لله يا ستي، هيجي لنا النهارده الساعه 8. كويس يا ابو مجدي. بس بقول لك ايه، ما تخليه مجدي ما يجي وانا في الشغل ما تخلوش ينزل، وقولوا له ان ابونا جاي عشان ما ينزلش ويتاخر بالليل. حاضر يا ابو مجدي، بس ما تنساش ان انا مش هقول له ان ابونا جاي. احسن ده بقاله فتره طايق الكنيسه ولا سيرتها. كل ما اكلمه عن الخدمه او الكنيسه يحب ويزعق فيا، ولا كأن الخدمه دي حاجه بتضايقه. ربنا يهديه ويصلح حاله. انا نازل. عايزه حاجه اجيبها لك معايا وانا جاي؟ لا يا ابو مجدي، ترجع لنا بالسلامه. مع السلامه يا ام مجدي. خلاص كل واحد عارف هيعمل ايه. امين. خلاص يا منصور، بس احنا هننفذ امتى؟ هنروح دلوقتي. انت مش قلت بالليل يا عم؟ دلوقتي لسه الساعه 8. ما يلا بقى بلاش تكاعب. من غير زي يا جدع. انت عارف الواحد بتبقى اعصابه عامله ازاي. انا اسف يا استاذ مجدي، انا اسف يا حبيبي. ممكن يلا؟ طب انا اقول لك على حاجه، احنا نراجع التعليمات بسرعه ونراجع الخطه ونشوف كل واحد هيعمل ايه وهيقف فين. ماشي. بص، ايوه جاي. وتسابونا، اتفضل يا وتسابونا. يزيد فضلك يا بنتي. اتفضل يا وتسابونا. عامله ايه يا ام مجدي؟ ايه اخبارك؟ انا كويسه يا ابونا، تحت النظر. عاش من شافك يا ام مجدي. انا الحمد لله كويسه. يا سلام، هو احنا بنشوفك غير كل جمعه في القداس؟ فين ايام زمان؟
ايام ما كان الواحد يشوفك طول الاسبوع. خلاص بقى يا استاذ ابونا، الواحد سنه كبر، لا بقى في حله ينزل ولا يطلع. اهو يا دوب بنزل القداس واجتماع السيدات كل شهر مره. اعمل ايه يا ابونا؟ بقيت تعبان. حللني انت بس. ربنا يحلك يا بنتي، بس عايزين نشوفك. انتوا اخباركم ايه؟ ابونا ازاي اوضتك يا ابونا؟ ازيك يا مريم يا بنتي، عامله ايه؟ عايشه بصلواتك يا ابونا. وابو مجدي عامل ايه؟ هو كويس يا ابونا وعلى وصول. ربنا يجيبه بالسلامه. ومجدي مجدي عامل ايه يا ام مجدي؟ طمنيني. دي تعبني قوي يا استاذ ابونا ومش مريح. ليه بس؟ اعمل في معاه ايه؟ ايه اللي حصل؟ اصل الموضوع يا استاذ ابونا. خلاص كل واحد عرف هيعمل ايه ولا هنتسوح؟ خلاص يا منصور، خليها على الله. على الله يا جدع. قلتوا ايه؟ يا عم ماشي، بس بالراحه من بلاش شكاعه يا منصور يعني. ما يلا بقى. مش عارف انت مسترب عليا يا اخي. مش عارف. امال لو كنا رايحين انترفيو كنت عملت ايه؟ كنا رايحين فين؟ انترفيو. يلا يا منصور. سابونا وانا بقول البيت منور ليه؟ ازيك يا ابو مجدي عامل ايه؟ ازيك يا سابونا عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ عاش من شافك. انا برضه يا راجل يا بركه. هو مين اللي المفروض يجي لمين؟ انا اللي اجي لك ولا انت اللي تيجي للمسيح؟ دي عندك حق فيها، ما تاخدنيش غصب عني صدقني. انا عارف اني مقصر في حق الكنيسه وفي حقكم كلكم، صدقني غصب عني، شغل صبح وشغل ليل واخد كل وقتي. معلش سامحني، اخطيت يا ابونا. لا يا راجل يا بركه، انا بهزر معاك. انت عارف بس احنا نحب نشوفك. المهم انت اخبارك ايه؟ انا الحمد لله. ايه مفيش حاجه تشتري بلابونا ولا ايه؟ كده يا ماما عايزه ابونا يقول علينا ناس بخله؟ معلش يا استاذ ابونا، فرحتنا بقصتك نستنا. تحب تشرب ايه؟ اي حاجه من ايدك يا مريم يا بنتي. حاضر يا ابونا. كده يا ماما كسفتينا. اتفضل يا سابونا. البيت منور بيك يا سابونا. عامل ايه؟ الحمد لله. انت بقى ايه اخبارك يا ابو مجدي؟ انا اخباري مش مهمه يا سابونا. مجدي ابني وابنك بيعمل حاجات غريبه، تصرفاته بقت غريبه قوي. تخيل يا ابونا ان مجدي بقى ده انا يا امي. منصور انت ايه اللي جابك هنا يا ابني دلوقتي؟ مفيش يا امي، انا كنت معدي من تحت قلت اطلع اشوفك يمكن تكوني محتاجه حاجه. محتاجه حاجه ايه بس؟ انت دخلت هنا ازاي اساسا يا منصور؟ ايه؟ مين ده يا منصور؟ انت جاي مني يا منصور؟ مش عايز حاجه يا ام انا. انسان يا منصور. لا مش هعملك حاجه، انا مش هكلمك، محدش هيكلمك، محدش هيكلمك خالص. ما دي مش هتعمل، ما فيش هتموت، ما فيش يا مجدي، ولا فيش مش هتعمل، مصيبه وحاطط على دماغنا كلنا. انت اللي انت عملته ده يا اخي. عمالين نقول لك ست كبيره ست كبيره، انت ما عندكش دم، انت تاكل وتروح. اسكت، ما تتكلمش معاه خالص. وانت يا اخي انت ايه؟ ما عندكش قلب، ما عندكش دم، ما عندكش احساس. بنقول لك ست كبيره، انت جبت لنا مصيبه. يعني كنت عاوز تعمل ايه؟ دي كانت هتصرخ وتلم علينا الناس. غبي. اقول لك ايه؟ مش عايز اسمع صوت. انا قتلت مره واللي يقتل مره يقتل الثانيه. انت عايز تجيب لنا مصيبه ثانيه؟ روح بسرعه رجع انت قدام مكانك. انت لسه معاك الدهب بتاع امبارح؟ طب هاته وانا هبيعه. ما حدش فيكم يتكلم بالموضوع ده تاني. انتوا فاهمين؟ لازم نمشي دلوقتي حالا، يلا بينا. والله يا سابونا قعدتك ما يتشبعش منها. ربنا يخليك يا ابني، ده انتوا اللي عايزكم ما يتشبعش منها صدقني. ربنا يخليك يا سابونا، تنورنا دايما. ربنا يخليك.
خليكي يا ماما، ده تلاقيه مجدي. ايوه حاضر. صح يا بيت الله. ايوه مجدي. مجدي، ايه مالك يا ابني؟ لونك مخطوف كده ليه، مالك؟ مفيش. طب احنا هنستأذن احنا يا ابونا، ما انتش غريب، البيت بيتك. اتفضل. يلا يا اولاد. عامل ايه يا مجدي يا ابني؟ ايه اخبارك؟ انا كويس. انا تمام. انت مالك يا ابني، في ايه؟ مالك تعبان وعرقان وبقالك فتره مش بتيجي الكنيسه؟ انت في حاجه مخبيها عليا يا ابني؟ لا يا ابونا مفيش. ايوه في كتير كمان يا ابونا. ابونا انا محتاج لك. وانا جنبك اهو يا ابني، مادد ايدي. ابونا انا تعبان قوي. حاسس اني مكسور من جوايا. ايه اللي تعبك يا ابني؟ قول لي. ابونا انا عملت حاجات عمري ما كنت بعملها ولا حتى فكرت اني اعملها. انا حاسس ان انا مش انا. عارف لما تعمل حاجه لمده 20 سنه وتيجي بعد كده تعمل عكسها، تحس بقى ساعتها قول لي. يا مجدي يا ابني انت غلطان. غلطت فيها انا بقى. وانت كنت فين وانا ببعد عنك خطوه بخطوه؟ كنت فين لما الخادمه هتساعدني قدام الكنيسه كلها وما لقيتش واحد بس يدافع عني؟ كنت فين وانا بعمل اول حاجه غلط في حياتي؟ ساكت ليه؟ ما ترد عليا. كنت فين؟ رد عليا بقى. رد عليا. يا مجدي يا ابني، انت اللي بعدت عني وسبتني. كنت منتظر مني، منتظر انك تلاقي المسيحه وتلاقيني في السكه اللي انت كنت ماشي فيها دي. هي ما سالت عليك وانت اللي ما كنتش بتيجي، مع ذلك اديني جيت لك اهو. قول لي بقى يا ابني، اتفضل معايا. ايه ما وحشكش الاعتراف؟ قول يا ابني. اقول لك على ايه ولا ايه يا ابونا؟ انا من يوم ما سبتك وانا خسرت كتير قوي. مجدي يا ابني، انت ما سبتنيش، انت سبت المسيح. هو اللي سابني. انا اسف يا ابونا، اسف. ما تزعلش، هرجع لك. انا اسف يا ابونا، سامحني يا ابونا. في ايه؟ يا ساتر يا رب، ايه اللي بيضرب الجرس بالشكل ده؟ في ايه؟ انا حظرت. في حاجه؟ مجدي ياسا. ايوه يا فندم، بيت مجدي ياسا، انا ابوك. في حاجه؟ ابنك مطلوب القبض عليه. اللي انت بتقوله ده اكيد مش متفاهم. وبعدين انا ابني عمل ايه؟ كمان سرق مجوهرات تتبلغ عنها. مسك وهو بيبيعها واعترف على نفسه. يا ريت يتفضل معانا من غير شوشره. لا انا ما اعرفش حد اسمه منصور، ما اعرفش. وعرفت منين ان اسمه منصور يا مجدي؟ ها؟ ما انا فاهمك يا بابا. تفهمني ايه؟ تفهمني ايه وتفهمني ايه؟ ايه اللي انا بسمعه ده؟ ايه اللي بيقوله الضابط ده؟ انا مش مصدق عينيا. انا عاوز اسد وداني عشان ما اسمعش اللي قاله. انت يا ابني مجدي، ابن الكنيسه، مجدي اللي في حضن المسيح يعمل كده. ذنبها ايه؟ ذنبها ايه اختك يكون لها واحد رد سكوت زيك؟ ذنبها ايه امك الغلبانه؟ ذنبي انا ايه؟ انا بشتغل ليل نهار عشان خاطركم. وقول مجدي كبر، مجدي بقى راجل، ما تخافيش عليه يا ابو مجدي. يا ابني يا بتعرض عليا رشاوي في شغلي لكن رفضت. عارف رفضت ليه؟ ما عملتش الحرام ليه؟ عشان ابني ما يطلعش حرامي.
انت مش بكدب، انت واحد ما اعرفوش ما اعرفوش ما اعرفوش. سيبني في حالي بقى يا اخي. يا بنت يا بنت، ايه اللي انت بتقوليه؟ خليكي معايا ثانيه. ايه خليكي معايا ثانيه. ايوه انا ما اتاخرتش اهو. ايه بتقولي ايه يا بنت؟ بس يا بنت عيب اللي انت بتقوليه. ماني انا كمان بحبك والله، بس انا بتكسف يعني. ايه انا بعت المأمور يجيب لي فطار. بس بقى ده انت رغايه جو. ايه ده؟ مش هقول لك بحبك انا. ده ايه الغباوه دي؟ يلا سلام، شويه واكلمك تاني. سلام. فاطمه، حبي الاول والاخير يعني. انا قلبي دليلي قال لي هتحبي، لا 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 لا، دايما يحكي لي وما صدق. قلبي دليلي. خلاص ارجع، لا يسقفوا تاني. ارجع. بتعمل ايه يا خلف؟ بغني. بتغني يا خلف؟ ليه؟ احنا ذنبنا ايه نسمع صوتك؟ ده صوت يالا. ايه يا باشا؟ لو كان قالوا اصطبروا عليا بس كان زماني وانا ام كلثوم دي. ام ايه؟ ام كلثوم. خلاص ما تتكلمش. دي تسمعها في الشتاء مع كوبايه شتاء. ايه يا ابني؟ انت عارف انت بتتكلم على مين؟ انت بتتكلم على الست. ايه ده يا ست؟ لا دي ست دي. بس انت شفت وقفتها؟ بس دي وقفه ست دي. مالكش دعوه انت. عادي غني لي، قولي قلبي دليلي، قال لي هتحب. انت زي الفل يا اوعى على ايدك يا ايه؟ انت شويه تمارين بس يا باشا وتبقى زي كده. طب انا مش عايز ابقى زيك ليه؟ انت غريب يا اخي. ايه يا باشا؟ ما تزعجليش يا باشا. تعال ما تزعجليش، انت راجل صاحب مرض واهدى يا عم. انت مالك مرض ولا مش مرض؟ ده انت جبت لي ضغط وجبت لي سكر. كم معلقه؟ ده عرج النسا، ده مش ضغط يا عم. انت مالك؟ ده مش سكر ده. تصدق بالله لا اله الا الله. انا كرهت اليوم اللي دخلت فيه كليه شرطه. وما بحبش كليه شرطه عشان خلتني اصطبح بواحد زيك. انا ما بحبش الشرطه. انا مش عايز شرطه يا عم. انا مش عايز شرطه. ادخل يا دابع عين شمس ولا القاهره ولا اي حاجه. انت مالك؟ اخش ايه؟ خش طب صيدله. خش ايه؟ انت يومك منين. اخش ايه؟ خش ايه؟ قلت ايه دلوقتي؟ مين اللي جاي؟ انت قلت حاجه. طب صيدله. ما انت مجموعك ما جابش. يا ابني دي كليه ودي كليه. طب صيدله ايه؟ ده اللي الناس فاهماه. انت لما بتدخل الاجزخانه بتقول يعني بتلاقي الراجل الواقف ده. الواقف ده اسمه ايه؟ صيدلي. حلو جدا. بتدخل مساء الخير يا ايه؟ يا دكتور. يبقى طب صيدله. تصدق اقنعتني؟ يا ابني انا مقنع. بس
بتسقفوا بس لخبط الكليات في دماغي. طب صيدلة ايه وطب صيدلة ايه؟ ايه يا خلف؟ يا خلف انا بحبك يا خلف مش كده. واني بس ازاي يعني؟ تعال. ايه اللي ازاي؟ تعال تعال. هتضرب. لا لا ما تخافش. هتزعل. تعال يا خلف. تعال يا حبيبي، ده انت اخويا الصغير عيب. خليك. قول لي بقى يا عم خلف. هقول لك انا. وانا داخل كنت بتكلم حد في التليفون. كنت بتكلم مين؟ بس بقى يا عم. لا لا ما تتكسفش يا عم. عم عيب، انت المأمور وانا عسكري يا يعني. عم سيبك من انا المأمور، انا اخوك يا عم. قول لي بس كنت بتكلم مين؟ فاطمه. ايوه بقى. ايوه معايا اصحابي يعني واخواتي يعني. اه ماشي نسيت. نسيت ولا ايه؟ فاطمه مين يا خالة؟ قول يا ما تتكسفش. يعني بقول اهو يا باقي يعني فاطمه دي حبي الاول والاخير. يا عيب عليك. لا وانت الشهاده اللي لا تتحب. انا كمان يعني انت خلقتك كده تتحب. ما بحبش اتكلم عنها. ما شاء الله عليك. الحمد لله. احنا اخوات. ايوه يا عم. ما فيهاش حاجه يعني. عايز فلوس؟ لا الله ربنا يخليك، مستوره مستوره ربنا يخليك. اوصفها لي. بص انا همشي كده بقى وانت ايه اسرح انا. يلا. انا اجيب لك كلام منين يتقال على فاطمه؟ ايوه ايوه. فاطمه يعني الجمال. يا عيني. جمال ايه؟ يا الله الله الله. شعر ايه؟ الله عليك يا خلف، الله عليك. وش بدر كده بدر. ربنا يخليك عيون ليها. مسحوبه ومناخير. يا عيني يا عيني يا خلف. يعني والله يا باشا انا من كتر حلاوتها انا ما شفتهاش اقسم بالله. ايه؟ ده انا كنت قربت احبها يالا. بقالك ساعة قاعد توصف فيها ايوه وما شفتهاش. انا اصحابي بيشكروا فيها. صحابك مين؟ يخرب بيتك. انت مش عارف انت بتقول ايه؟ اسكت يا باشا. يعني هي على طول في التليفون تقول لي انا جميله وحلوه وانا واخد على السمع يعني. واخد على السمع. ما هيضحكوا عليا ليه يعني؟ خلاص يا عم الثقة، هي حلوة وجميلة. قاعد تحبني انت في المكتب بقى. ايوه. وقاعد على التليفون ويا بنت بكيسي. ايوه بقى هي كانت بتقول لي ان انا اقول لها بحبك. انا مالي بتقول لك ايه؟ قلبها كازينو الشجر. انا بتتكلم مين هيدفع ثمن المكالمة دي يا ايه؟ كل ده عشان مين اللي هيدفع؟ انا عايز اعرف مين هيدفع ثمن المكالمة. اقول لك على حاجه يا باشا. قول لي يا انا بتعمل لي كده يالا؟ انا بتعمل لي كده؟ الاثنين كده وكده. الهمبكه دي كلها يا باشا على مين اللي هيدفع؟ مين اللي هيدفع يالا؟ هي اللي طالبه. اهدى. هي اللي طالبه؟ يا اتبط. كذاب يا كذاب. هم بيتقالوا مع بعض كده وتبط بعديها. تعال تعال تعال. هي اللي طالبه ازاي؟ ايوه. جابت نمرتنا منين؟ انا مبسوط انك سالت السؤال ده. يا باشا تودينا في ده. يا يا باشا يا باشا. طب ما انت عمال تتنرفز. وانت لو سالتني السؤال ده مره واحده انا هجاوبك والله. جاوبني، قول لي جابت نمرتنا منين انا ارتاح. ما انا هقول لك بس اهدى. انا هقول لك يا عم. بص عارف البيت فاطمه دي لو عدى علينا يوم واحنا ما اتكلمناش ولا هي ما سمعتش صوتي. ايوه يحصل ايه؟ عادي يعني. فاحنا كان بقالنا يومين ما اتكلمناش. بس فهي طلبت اتصلت بامي فبتقول لها فين خالك؟ فامي بحسن نيه قالت لها ده خالك في السجن. البنت اتخضت. انا مخبي عليها. انا مفهمها ان انا شغال فنان تشكيلي. يعني تشكيلي واشكيلها كده يعني يا باشا. لا وانت تسمع. بس فهي اصلا انت عارف فاطمه هي البنت فاطمه اصلا كانت مخطوبه للواد احمد. الواد احمد هو الفكره في ايه؟ هو ابو مهيطل. عارف مهيطل انت؟ عارف مهيطل. انت فيك شبه منه. انا مهيطل؟ لا لا لا, لا يا باشا لا. يعني في الجسم يا عم. ما كمل. لكن في الهطل ما تلم نفسك يلا. ماشي يا باشا. بس فابو مهيطل ده راح يخطب. ابو مهيطل مين؟ هو مش انت بتقول لي احمد اللي خطبها؟ يا باشا ما هو مهيطل واحمد اخوات. بس هو مهيطل الكبير واحنا عندنا في الصعيد بنسمي ابو الكبير. ايوه ماشي. فابوهم عند يعني قال لهم لغوا وحياتك يا مهيطل لاني مجوز احمد جابلك. فراح يخطب لاحمد فراح لابو الدبس. دبس؟ ايوه. في دبس ايه؟ مش دبس ده مسجون عندنا يالا؟ ما ده اخو فاطمه. ده ما ده صله التعارف. يخرب بيتك رد سجون.
بتحب ده واحده كده ده كده بس عشان ما اطولش عليك. فهو الدبس اخد فاطمه. فراح ابو المين؟ ابو احمد راح لابو لا الدبس. ابو ميطر. ابو ميطر ابو ميطر راح لابو الدبس أيوه. عشان يجروا فتحه البيت فاطمه. أيوه. كلمه منه على انا مش عايز اطول عليك. ايوه يا بس. ريت. فقام يعني راح. جابت نمرتنا منين؟ ما انا هقول لك، انا جاي لك انا. بعد ما هم فكوا الخطوبه قام راح ابو البغل. بس ابو مين؟ ابو البغل. مين البغل ده؟ ثاني في البلد اسمه البغل. والله عندهم حق، والله عندهم حق يا ابني، ناس بتفهم. بس يا باشا فايه، فقام قاعد ابو البغل مع ابو الدبس قعدوا يتكلموا. رسيوا ان انا اجيب شقه وعفش ومهر ووجبه كومبو. قلت له وجبه كومبو ايه يا ابو كومبو؟ عملت له كده برضه يا باشا، اقسم بالله زي ما بقول لك يا باشا. بس قام ايه اللي حصل؟ قلت له دي تجيب لها بيبسي وشيبسي، مش دي تجيب لها بيبسي وشيبسي يا باشا. بس روق دمك. ربنا يخليك. كلمه مني كلمه منه، كلمه بعض بالنص، كلمه مني كلمه. اخلص اخلص. خد دي، خد دي، اخلص خالص. بتشرب مش مسكر. انا مالي، انا مالي ابو الدبس بابو مهيطه بابو البغل، انا مالي. ايوه البغل انا اهم حاجه. اخلص. ده كل اللي سالته له جابت نمرتنا منين؟ انا اقول لك هو انا ابو الدبس يا عم. دبس لا. انت بتجيب الحاجات دي منين؟ ايه؟ دبس لا، دبس لا، دبس لا. هات اسمنت. انت خلاص جبت لي القلب. ده مرض جديد ده. انت مالك، انت مالك. تعال تعال. طب يعني انا اتكلم فين بعد كده يعني يا باشا؟ ما يعني ما انا خلاص خلاص، اتكلم زي ما انت عايز يا خلف. اقول لك على حاجه يا خلف، ايوه. لو عايز تكلم فاطمه تعالى كلم فاطمه عندي في البيت. وايه اللي هجيب فاطمه عندك في البيت هنا؟ لا يلا افهم يا وانت فاطمه تيجي البيت عندك تعمل مش ايه؟ يعني ايه يا ده؟ فاطمه هتيجي تنيل ايه؟ ما انت بتقول تعالى كلم فاطمه عندي في في البيت. التليفون يا عم. ايوه اكلمها من عندك في البيت. ما انت مرتك هتحبني يا عم. انا كل البنات بتحبني، كل البنات حلوين. ايوه يا عم. لا وانت برم يا. ايوه يا عم. ما يا يغركش غراب. لما بس بنزل البنطلون كده لا بحزامك ده جميل يالا. الحمد لله. جميل يخرب بيتك. انت مرتك هتموت. اقول لك على حاجه، ايه؟ انسى فاطمه بقى. ايوه. انت فاطمه بقى ونتكلم في شغلنا. الله لا يكرمك. مش هتكلم في الشغل. انت نسيتني انا شغال ايه والله. تعال تعال. قول يا باشا. المهم المساجين الجدد جم ولا لسه؟ ايوه يا باشا كله جاي يا باشا، وكله اتسكن ما عدا الواد احمد الدبس كان عايز بلكونه خد على الدبس على سيد الدبس على دي عيله كلها لا ما تغلطش في العيله فاطمه منها. لا تغلط في فاطمه اغلط فيك. حاضر. انا اسف. ايوه كده. انا اسف يا خالد. كل المساجين اتسجنت كل اتسجنت؟ المساجين اتعملوا. اتعملوا ايه؟ دخلوا تنازينهم ولا؟ ايوه يا باشا كل المساجين يا باشا قعدوا في مكانهم يا باشا وكله تمام يعني، وكله زي الفل اقسم بالله. طب في وسط المساجين اللي جم دول واحد اسمه مجدي. يس مجدي يس. في ايه؟ ان شاء الله عليك. ايوه ده انت عرفت اسمه بالصدفه يعني. هو اعجب بيا، ولسه لما مرته تعجب بيا كمان لما نشوف الحال اللي احنا فيه يوم الهباب ده. مجدي ده تخلي بالك منه لان جاي من كذا قضيه سرقه، فممكن يبقى مشاغب. ده طيب قوي يا باشا. يا باشا شوف انا ورد عليا كتير وجليل، لكن زي مجدي يسا ده ما وردش. ايوه. ليه؟ لا ليه ايه يا باشا؟ قول لي ليه؟ ليه؟ طب بص انا هسالك سؤال بصيغه ثانيه وارد عليك ماشي؟ ماشي. مجدي ده ما فيش ده انا حافظ اسمه الثنائي، انا عمري حفظت اسم مسجون ثنائي. بقول لك انت عرفت اسمه بالصدفه. بقول لك شفت كتير وجليل ما شفتش زيه. قول لي ليه؟ ليه؟ قول لي ليه؟ ليه؟ كمان واحده. ليه؟ 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 ده انت غريب يا اخي. ليه؟ فاهمني انا؟ يا باشا يا باشا ما انا هقول لك، انا هحكي لك. قول لي ليه؟ بص يا باشا كل ما اعدي كده من قدام الزنزانه كده وابص عليه سرجه كده من الشباك، الاقي يا باشا الواد ده يا باشا قاعد وعلى طول لا قاعد بيصلي لا قاعد بيعيط. على رايكم انتوا يعني في مصر هنا بيعيط بدل الدموع دم. الواد يا باشا كده شكله ندمان على كل حاجه عملها. الواد ادب ايه؟ واخلاق ايه يا باشا؟ ايوه. بس انا بكلم مين على الادب والاخلاق؟ انت مش فاهمك انت في الادب والاخلاق. دي حاجه تجرف والله السجن. هو انا مره مهيطل ومره ما عنديش ادب؟ ما تلم نفسك يا ابني. انت بتزعج لي؟ يا ابني لم نفسك يا جدع، انت خنقتني يا جدع. هو مين ده اللي خنقك يا باشا؟ هو مين ده اللي خنقك يا باشا؟ بقى عرفت بقى
يا خلف في ايه؟ خلف حاف كده. يا خلف خلاص يا خلف. مفيش عليه 2 عساكر هديه ولا حاجه؟ خلاص يا خلف، خلاص يا خلف في ايه؟ انت كل شويه يا خلف يا خلف وبتقول لي خلف حاف، وكل شويه روح هات المسجون فلان الفلاني عنده زياره، والسجن كله على دماغي وانا اتخنقت يا باشا. خلاص خلاص يا خلف خلاص. خلف برضه. طب اقول لك ايه؟ مفيش فهم دي. قول له استاذ خلف. استاذ خلف ايه يا؟ قول له استاذ خلف. طب عشان خاطر فاطمه. ايوه ماشي. قول احنا كنا بنقول ايه احنا؟ تصدق هذا خلف مع انك عبيط ايوه ربنا يخليك يا باشا. بس ساعات بتقول كلام حلو، قول لي ليه؟ 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 يا ما بتعصبكش؟ لا خالص يا بتاع. مفيش خالص؟ يا بتعصبك. بتعصبني انا. قول لي ليه؟ 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 انت عندك مشاكل مع ليه؟ مشاكل مع ايه؟ مين ليه دي؟ انت كل ما تقول ليه بتتنرفز انت مش عارف ليه. قولوا ليه؟ ايه؟ الو مين؟ فاطمه. ايوه يا بيبي. بيبي سلام. بيبي هي وصلت لبيبي. اقف هناك يالا. طيب اقف هناك. انت بتزعق ليه؟ انا زعق زي ما انا عايز. لما تيجي نزعق ولا زعق ونشوف مين يزعق اكتر. ليه؟ انا مأمور يا انت تزعق ليه؟ خلاص يا عم. اقف انتباه يا ايه الزعيق ده كله ده؟ انتباه. انت بتكبر دورك ولا ايه؟ صباح الخير يا ابني. ايوه صباح النور يا صابونه. ايوه استاذ اتفضل. انت مالك؟ اتفضل يا صابونه. سلام لله يا الله. والعين سابتني ورب العرش نجاني. وما تبصليش بعين رضيه اشوف اللي اتدفع فيا. ايوه. وانا بختي خلاص مال وفاطمه طلعت شمال. شمال ولا يمين؟ انا مالي. شمال ولا يمين؟ انا مالي. يدفع ده يدفع. لا مؤاخذة يا واد صابونه، انا اسف معلش، خلف بيحب يهزر شويه. لا يا ابني ولا يهمك. خير يا واد صابونه، امرني. خير يا ابني، انا بس كنت جاي لك ومعايا تصريح زياره. اتفضل. مجدي يسا. ايه؟ خلف. لا مؤاخذة يا ابونا. لا استاذ خلف. ايوه بيه. لا مؤاخذة يا ابونا، نسيت اقول لك تشرب ايه؟ لا يا ابني مش هقدر، ربنا يخليك. لا لازم تشرب حاجة. لا لا يا ابني اعفيني معلش. ما عندناش حاجه تتشرب ايه احنا. اللي ما عندكمش حاجة؟ امال الكانتين اللي كنت فاتحه من شوية ده ايه؟ ايوه يا عم ليك انت مش انت واصحابك. يا عم انت مالك، انا بجيب صحابي. انا كله يجي يشرب بمزاجي هنا. انت تجيب صحابك؟ اجيب صحابي. وانا اجيب فاطمه. فاطمة ايه اللي تجيبها؟ فاطمة ايه اللي طالعه في البخت دي؟ يا ابني شوف ابونا يشرب ايه يا ابني. امسك يا عم. في ايه؟ امسك اديله انت. اسكت. انا اسكت. معايا اثنين انا. روح هات حاجة حلوة لابونا. روح هات حاجة حلوة لابونا يشربها. حاجه اجيب له توفي ده ولا اجيب له ايه ده؟ معلش يا ابونا، انا قلت لك ان خلف بيحب امسك يا عم ما تجيبش دي ايه يا عم؟ يا عم امسك بس يا عم. شيء ايه يا عم؟ وجعت الحجر. جوزة جوزة لابونا. روح هات مجدي يا خلف. طيب. لا مؤاخذة يا ابونا. ها يا ابني، ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ انا الحمد لله كله تمام يا واد صابونه، بس كنت محتاج قدسك انك تصلي لي. حاضر يا ابني، اصلي لك صلوات القديسين. المهم مجدي عامل ايه معاكم؟ مغلبكوا ولا عامل ايه؟ مغلبنا؟ لا يا ابونا، مغلبنا ايه؟ مجدي ده يا ابونا عامل زي الطفل الصغير، على طول قاعد بيعيط او بيصلي. يلا ربنا يهدي حاله يا ابونا. يا مجدي وتسلخ ولا يا مجدي؟ ايه قوم يا عم عندك زياره. في ايه يا خلف؟ مش عارف عندكم حاله وفاه، واحد لابس اسود في اسود كده. تعالى تعالى. بس وزي ما قلت لك كده يا واد صابونه، ربنا يصلح حاله. يا رب يا ابني. المهم انت اخبارك ايه، والمدام والاولاد عاملين ايه؟ كلهم كويسين يا واد صابونه، بس انا بقى لازم تيجي تصلي لي قدسك في الكنيسه في البيت، لان انا محتاج بركتك بجد. حاضر يا ابني عينيا، ان شاء الله قريب هجي. لازم يا ابونا. اعمل بالراحه خلف.
خلف بالراحه. انت فاكر لا يا خلف، استنى انت يا باشا عشان انا عارف انا. هو انت مش بتقول يا خلف؟ انا اسمي ايه؟ ثانيه واحده يا باشا، انا اسمي ايه؟ استاذ خلف. هقتلك انا، هيجي يوم هقتلك. انا بهزر معاك، هو الباشا بيحب كده، بحب اعمله معاك. طب يا ابونا، انا هسيب لكم المكتب عشان تقعدوا براحتكم. اتفضل يا ابني. شيشه معسل لابونا. هو بيشرب حجره وتفاح؟ ايه يا مجدي يا ابني واقف بعيد ليه؟ انت لسه مش عايز تسلم عليا؟ مكسوف منك يا ابونا. حاسس ان الخطيه بقت حاجز ما بيني وما بينك. يا ابني احنا كلنا خطاه. تعال سلم عليا. مش قادر. حاول يا ابني. مش قادر يا ابونا. حاول يا ابني وانا هساعدك. مش قادر يا ابونا. سامحني يا ابونا. ربنا يسامحك يا ابني ويسامحنا على خطايانا كتير. تعال نقعد شويه. يا ابونا انا خلاص ضعت وحياتي. قبل اي كلام يا ابني انا عايز اسالك سؤال. ايه الانجيل ما وحشكش؟ تعال نقرا شويه وبعدين نتكلم. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. ان قلنا انه ليس لنا خطيه نضل انفسنا وليس الحق فينا. ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. والمجد لله دائما ابديا امين. شفت يا مجدي يا ابني ربنا بيحبك قد ايه؟ وقدم لنا دم طاهر لغفران خطايانا. انت عارف يا ابني مين اللي بعتني ليك النهارده؟ ربنا هو اللي بعتني ليك علشان افكرك بكلامه. انا لم اتي لادعو ابرار بل خطاه للتوبه. ايوه يا ابونا بس انا اكذب. بحلف شربت سجاير وخمره وسرقت وقتلت. ايوه قتلت. مالك مستغرب ليه يعني؟ ده عادي يعني، مستغرب ليه؟ ايه المشكلة؟ ابنك قاتل. ابنك بقى قاتل يا ابونا. مش مهم يا ابني. المهم تكون ندمان على اللي انت عملته. اقول لك على حاجة؟ تعال نصلي ونطلب رحمة ربنا. يا من قبل إليه اعتراف اللص على عود الصليب، اقبل اعتراف ابنك مجدي. رد حضرتك. لا يكون لإبليس نصيبا فيه ولا سلطان على روحه. يا من مات على الصليب من أجل الخطاة الذين أولهم أنا، لا ترفضنا من رحمتك. شفاعة أم النور العذراء مريم، شفاعة جميع مصاف قديسيك الذين أرجوك منذ البدء. آمين. أبونا أنا الإنجيل وحشني قوي ونفسي أقرأ فيه. عند قدسك مانع؟ لا يا ابني خليه معاك وربنا يحميك، بس ما تنساش تصلي لي. أنا أصلي لك يا ابونا، أنا محتاج لك أنت اللي تصلي لي. أنا هصلي لك لكن مش همشي من هنا غير لما آخد منك وعد إنك تصلي من أجلي كل يوم. حاضر يا ابونا، بس أرجوك حط لي اسمي على المسبح في كل قداس، وكمان أبويا وأمي قول لهم ما يزعلوش مني. حاضر يا ابني. عايز مني أي حاجة تاني؟ ربنا يخليك يا ابني، بس ما تعالى زورني وما تنسانيش. ما تخافش يا ابني، مش هسيبك وهجيلك تاني. سلام. سلام يا مجدي. تعالى يلا يا عم، انت مش غريب. هو مين اللي مات؟
مفيش حد مات. امال لابس اسود ليه؟ كله في الغسيل؟ لا هو لبسه كده يا خلف. لبسه كده؟ اه. وما بيجيبش هدوم؟ لا هو لبسه كده خلف، هم ليهم لبس واحد. يعني في حد مات ولا مفيش حد مات؟ مفيش حد مات يا خلف. بقول ليه؟ ليه؟ بقول ليه؟ ليه؟ خلاص خش وسيرنا بقى. منى راح فين؟ ومجدي راح فين؟ وخلف يروح في اي حته، مش عايز خلف ده يمشي، مش عايز. راح فين؟ ده مجنون، ده ممكن يكون عمل في ابونا حاجه. انا ما يهمنيش مجدي، انا يهمني ابونا. ده الواد ده خلف جوزه لابونا. يا نهار اسود ومنيل، جوزه لابونا يعني. انت بتكلم نفسك؟ انت جاي تحسين صحه يا ابني. الباشا اتجنن. ده عدى مهيطل. ده مهيطل عمره ما عملها. ايه الجبنه الحمضانه دي؟ خلف ايوه. لما احنا خرجنا افتكر، عشان عارف ذاكرتك ضعيفه. احنا مين؟ انا وانت. ولا حد ثالثنا. ايوه. لما احنا خرجنا يا خلف كان واقف هنا اب كاهن مع مجدي. ايوه اللي عنده حاله وفاه. ايه؟ معايا لابس اسود في اسود عنده حاله لا وفاه. لا يا خلف، هو لبسه كده، لبس زي الموحد في الكنيسه كده. ليه؟ عندكم في الكنيسه زي موحد كده؟ لا. زي المدرسه عندنا، كنا رجاله وستات تلبس جيب كده وكده بقى. يا ابني بس يا ابني انت مالك لابس؟ راح فين؟ حبسته. ايه ده؟ نهارك اسود ومنيل، ده انا قتلك فيها. انت بتصدق اي حاجه؟ بهزر معاك يا باشا. مشي. خساره. ده انا كان نفسي يصلي لي. يا باشا يعني كل دوت يا باشا عشان يصلي؟ ان شاء الله نصلي عليك قريب ان شاء الله. يعني نحضرك كده ان شاء الله كده. يا خلف. ايوه يا باشا، احلى باشا. تعالى الله يشبه مهيطل. ايوه يا باشا. دور نفسك مكتب. لا يا باشا. طب قول لي ليه؟ طيب انا اللي قول لي ليه؟ من غير ما اقول لك ليه. بدوخ انا لما دور نفسك مكتب. دور نفسك مكتب. والمجد لله دايما. يا رب ارجوك ما تسيبنيش في ضيقتي. انت قلت يا رب ادعوني وقت الضيق وانقذك فتمجدني. اقف معايا يا رب، اقف معايا يا رب. شهواتي خدتني ايامي خانتني انا ومشيت بعيد، الفكر غلبني وصرت انا وحدي في دنيا وحيد. شهواتي خدتني ايامي خانتني انا ومشيت بعيد، الفكر غلبني وصرت انا وحدي في دنيا وحيد. لكن انا واقف مستنيك قلبي وعينيا يا ابن عليك. لكن انا واقف مستنيك قلبي وعينيا يا ابن عليك. ليه تقسى عليا؟ ارجع اليا تعالى الحناني ما تنسانيش. كان نفسي ربي معاك اعيش لحضنك انت انا ماليش. كان نفسي ربي معاك اعيش غير حضنك انت انا ماليش. ورجعت تهت تاني وبعد خفت اروح ما تقبلنيش. شهواتي خانتني ايامي خانتني انا ومشيت بعيد، الفكر غلبني وصرت انا وحدي في الدنيا وحيد. لكن انا واقف مستنيك قلبي وعينيا يا ابن عليك. لكن انا واقف مستنيك قلبي وعينيا يا ابن عليك. ليه تقسى عليا؟ ارجع اليا تعالى الحناني ما تنسانيش. ازاي وانا واقف لك عالباب افتح لي يا اغلى الاحباب. ازاي وانا واقف لك عالباب افتح لي يا اغلى الاحباب.
مكانك في قلبي تعالى داويك. مش الصليب، مش الصليب. ده حلم ده ولا ايه؟ مش الصليب. مجدي امي وحشاني قوي يا امي، وحشني كلامك، محتاج لك قوي، حاسس اني مخنوق وفي ضيقه. كل ما تكون في ضيقة يا ابني قول الترنيمة دي. أرجوك أرجوك تولاني، حولني إلى إنسان تاني. أرجوك أرجوك تولاني، حولني إلى إنسان تاني. أرجوك أرجوك تولاني، حولني إلى إنسان تاني. سلام لك يا مجدي، ما تخافش، أنا بعتني ابني يسوع ليك عشان يطمنك ويقول لك إنه مسامحك وقبل توبتك وجهز لك مكان مع الأبرار الصالحين عشان تبقى معاهم وتبقى واحد منهم. عشان خلاص يا مجدي رحلتك في الأرض قربت تنتهي، لكن عشان تسافر يا مجدي لازم تسمع كلام أبونا وتنفذ كل كلامه بدون خوف أو تردد وبكامل إرادتك وكل اقتناع. وما تخافش من الموت يا مجدي لأن ساعتها هنكون كلنا فوق مستنيين. بس اوعى تنسى يا مجدي بدون خوف أو تردد وبكامل إرادتك وكل اقتناع. وما تخافش يا مجدي، ابني يسوع مش هيسيبك، مش هيسيبك يا مجدي، مش هيسيبك يا مجدي، مش هيسيبك يا مجدي. معقولة اللي أنا شفته ده العذراء أم النور تظهر لواحد خاطي زيي؟ طب إزاي؟ بس دي قالت لي أسمع كلام أبونا وأنفذه بالحرف الواحد. أنا ما بقتش فاهم حاجة خالص، بس مش مهم. المهم يا رب إني اتأكدت إنك مش نسيني. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. يا ست فاطمه ما تتكلميش هنا تاني. خلف ده انا نفيته السلوم، ممكن ما تتكلميش تاني. ده تليفون شغل ولا تليفون كشك ده ولا تليفون ايه؟ صباح الخير يا ابني. سلام يا مزبوط. صباح الخير يا وتسابونا، زي قدسك. ازيك يا ابني؟ عامل ايه؟ اتفضل يا ابونا اتفضل. ولو ان انا زعلان منك. ليه بس يا ابني؟ خير. عشان مشيت المره اللي فاتت من غير ما تصلي لي. حد يطول يا ابني، حد يطول ان راجل بركه زيه يصلي لك؟ يا ابني ما تقولش كده، انا راجل خاطي. لا يا ابونا انا ماليش دعوه، ده تواضع منك، لازم تصلي لي. حاضر يا ابني. ربنا معاك يا ابني ويسندك وينور طريقك. ربنا يخليك يا وتسابونا. المهم ادي تصريح النهارده. يا خلف يا خلف، استنى يا محمد لما تشوف الراجل اللي جوه ده عايز ايه. يحرق ده سجن على اللي يشتغل فيه تاني. ده حاجه تغرف، ده راجل يغرف. احلى باشا في احلى مأموريه في احلى في ايه. ايه روح هات لك ديات يا خلف. معناه هتصل بيا. يا ابونا يا ابونا انا قلت لك 100 مره لما يكون ليك اي حد في السجن تعالى في اي وقت من غير تصريح، انا موجود او مش موجود هتقابله. يا ابني معلش دي الاصول برضه. يا ابونا اصول ايه؟ ده انت راجل بركه، ده انا نفسي يا ابونا تجيلي البيت تيجي تصلي لي. حاضر يا ابني ان شاء الله قريب. لازم يا ابونا لازم تيجي. حاضر يا ابني. المهم قول لي، انا بقالي فتره مش بشوفك في الكنيسه، عايزك ترجع بقى تيجي وتتناول وتعترف زي زمان. معلش يا ابونا
اديك شايف الشغل عامل ازاي، طول النهار لازم ابقى كده، ما بنزلش غير اسبوع واحد. هحاول اجي الاسبوع الجاي. حاضر يا ابني. ربنا يعينك يا ابني على شغل. ايه الحاج يا باشا، وانا بجيب مجدي ضربني وجري. ايه؟ ضربني وبكى وسلكني واشتكى. خش يا مجدي خش. قلت لك هتعجبه وامسك. انت طيب والله. مش عايز تاخد تفاح؟ في تفاح جوه. انت بتوزع منين؟ انا عايز افهم انت فاتح ايه جوه. ربنا يخليك يا مان. طيب قوي. لا مؤاخذة يا ابونا، انا مش عارف اقول لك ايه بصراحة يا سابونا، بس لا مؤاخذة. انا هسيب لكم المكتب عشان تقعدوا براحتكم. لا يا ابني، هو انا كل ما اجي امشيك من المكتب كده؟ اللي عنده دم احسن من عنده فيسبوك. اخرس اخرس. انت مالك انت؟ مكتبك؟ لا يا ابونا، انا لازم من وقت للتاني الف على العنابر. اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره. ابونا عامل ايه يا ابونا؟ وماما عامله ايه؟ كويسه صح؟ وبابا عامل ايه؟ كلهم كويسين؟ كلهم كويسين يا ابني وبيسلموا عليك. انت بقى اخبارك ايه؟ انا مبسوط قوي يا ابونا. عارف خلصت الانجيل كام مره؟ مرتين. واقول لك كمان على حاجه مش هتصدقني. انا العذراء ام النور ظهرت لي واحد خاطي زي يا ابونا. بس دي قالت لي اسمع كلامك وانفذه بالحرف الواحد. انت اكيد راجل قديس يا ابونا. لا يا ابني، انا راجل خاطي. ربنا بيستخدم الخطاه اللي زي لان محبته كبيره. لكن انا ما استاهلش ان العذراء ام النور تجيب اسمي حتى على لسانها يا ابني. يا ابونا انا من يوميها وانا مستنيك علشان عاوز اعرف هتقول لي اعمل ايه. اسمع يا ابني، انا اللي هطلبه منك دلوقتي يمكن يكون صعب، لكن لازم اذا كنت ناوي تقدم توبه كامله. يا ابونا انا موافق على كل كلامك ومن قبل ما تقوله كمان. كل الخطايا اللي اعترفت لي بيها يا ابني لازم تقف وتقولها قدام القاضي، حتى لو كان في من ضمن الخطايا دي اللي هيوصلك عاوزني اعترف اني قتلت. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، لكن لازم نخاف على هلاك نفوسنا وارواحنا، حتى لو العقاب هلاك اجسادنا مش مهم. المهم نكسب ارواحنا. يا ابونا انت كده عاوز اموت. يا ابونا ما اقدرش اسمع كلامك، ما اقدرش. لكن عشان تسافر يا مجدي لازم تسمع كلام ابونا وتنفذ كل كلامه بدون خوف او تردد وبكامل ارادتك وكل اقتناع. وما تخافش من الموت يا مجدي، لان ابني يسوع مش هيسيبك يا مجدي، مش هيسيبك يا مجدي. خلاص يا ابني، انا موافق واعترف للقاضي على كل حاجه، بس ارجوك صلي لي ربنا يقويني. ربنا يقويك يا ابني ويسندك ويدي لك اكليل الشهاده. صلي لي يا ابويا. انا هتجنن. حد يفهمني، ممكن تفهمني ازاي ده حصل؟ اهدى بس، اهدى يا استاذ ياسر، هفهمك كل حاجه. تفهمني ايه؟ انا خلاص تعالى هتشت مني. النهارده كانت جلسه الاستئناف بتاعت مجدي ابني، صح؟ صح. ازاي ابني بقى ده المفروض لا ياخد لا حكم لا براءه، مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط يا استاذ مجدي. ازاي ابني يرجع لابس البدله الحمراء؟ حد يفهمني. يا استاذ ياسر اهدى بس وافهمك ايه. انت كنت معانا في المحكمه وشفت كل حاجه. ايوه، بعد ما الدفاع خلص مجدي قال لي سياده القاضي انا كدبت. ايوه، وسرقت وحلفت وشربت سجاير وخمره. ايوه، وقتلت ابني. انا قتلت حسبت القاضي، قتلت. اهدى يا استاذ ياسر، اهدى. ما تعملش في نفسك كده، خلاص موضوع وخلص. ما تعملش في نفسك كده. انا ازاي بس؟ ممكن ياخد سنة ولا 2 ولا حتى 10. لكن للأسف القاضي كان قاسي عليه قوي، استاذ ياسر ابنك اعترف ان هو قتل، وده كان الحكم المنتظر. وبعدين ما هو اعترف بالخطايا قدام ربنا، يبقى هيخاف على ايه ولا من ايه؟ يخاف على امه.
فضل قاعدة في البيت من ساعة ما خدوه. خاف على أخته، يخاف على نفسه، على مستقبله اللي ضاع. خاف عليا أنا ضيعت عمري كله علشانه. كان نفسي مجدي يكبر ويبقى راجل، كان لازم يخاف عليا. ده ابني الوحيد، فاهم يعني ابني الوحيد؟ ابني الوحيد الوحيد يا باشا. استاذ ياسر، طب انا هقول لك حاجه اكيد هتعزيك. انت عارف ان ام النور ظهرت لمجدي ابنك؟ ايوه ظهرت وقالت له انك هتطلع السما وهتبقى شهيد، بس اسمع كلام ابونا، وابونا هو اللي قال له يعترف بكل الخطايا دي. يعني يا استاذ ياسر مجدي ابنك هيوصل السما عند امه العظمى. يعني كسبنا شفيع جديد يا استاذ ياسر، المفروض نفرح ما نزعلش. معقولة العذراء ظهرت لابني أنا؟ يا ريحتني العذراء تظهر لابني مجدي. اذكرني يا ابني أمام عرش النعمة. طوباك يا مجدي، طوباك يا مجدي، طوباك يا مجدي. ايوه يا باشا، يا ترى احنا اللي صح ولا مجدي؟ هفهمك يا خلف، هفهمك كل حاجه، بس اهدى شويه. اهدى يا باشا، هي العمر بعزجه. ايه اللي هو بعزها ولا اي حاجه؟ هو لازم كان يعترف. احنا ليه عملنا يا باشا هو مجنون. عشان تعبان، عشان خاطري أنا نفسي أكون في أمان، وعمري أعيش ليك يا يسوع. ما أنا مش شرط أكون ممنوع، ما أحبكش يا رب. الدنيا بتتغير، ده أنا فاكر وأنا صغير قلت عمري في يوم ما انساك، وعمري يا رب ما اتغير. فضلت واثق من نفسي، واللي اتأخرت ما حصلش. معرفتش ابقى رب معاك، انا ليه ضعيف معرفش. يا رب الدنيا بتتغير، ده انا فاكر وانا صغير قلت عمري في يوم ما انساك، وعمري يا رب ما اتغير. فضلت واثق من نفسي، واللي اتأخرت وما حصلش. معرفتش ابقى رب معاك، انا ليه ضعيف معرفش. سامحني يا مجدي، سامحني، ضيعنا سامحني واذكرني يا بابا عرش النعمة يا مجدي. عشان خاطري أنا آسف، ما تزعلش، وهفضل أصلي مش همشي غير لما أحس إن أنا مرتاح.
أغابي تي في، الكنيسة التي في بيتك. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. واحد بيقول: نشكر قداستكم على قناة أغابي، والسيد المسيح يعطيكم القوة أن تكملوا هذا المشوار. اللي بيدير قناة أغابي هو نيافة الأنبا بطرس، وبيقول إن تكاليفها بالغة جدا جدا، يعني بتكلفه حاجات كتيرة خالص، ويحتاج مساهمة الكل بالنسبة لهذه التكاليف. نسبح رب القوة لكي ينعم لنا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك ثانيا ينزع عن عقولنا نوم الغفلة. تعطينا ربي يقظة لكي نفهم أن نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك يا فوق التمجيد اللائق ونفوز مكرا خطايانا الكثيرة تصفي فينا لأسلوبك. تبارك الرب يا عبيد الرب تصفي فينا لأسلوبك. القريب في بيت الرب في ديار بيت لم نكن تصفي فينا لأسلوبك. في الليالي ارفعوا أيديكم إلى فوق القدس بارك الرب تصفي فينا لأسلوبك. يباركك الرب من صهيون الذي خلق السماء والأرض تصفي فينا لأسلوبك. فلتكن وسيلتي قدامك يا رب كقولك كهمني تصفي فينا لأسلوبك. ليدخل ابتهالي أمامك ككلماتك أحييني تصفي فينا لأسلوبك. وفي شفتي الصبح كما علمتني حقوقك تصفي فينا لأسلوبك. لساني ضد أقوالك لأن جميع وصياتي يا حق تصفي فينا لأسلوبك. لتكن يدك لتخلصني لأني
اشتهيت وطيرت صعصي في لابس روبي اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي صعصي في لابس روبي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني صعصي في لابس روبي طلبت بالصبر وبالضال فاطلب عبدك فإني وصلك لم أنسى صعصي في لابس روبي تكسبت ريكي إيوكي أغيوك نموتي صعصي في لابس روبي إنك إيكي استثني أنستنون آمين صعصي في لابس روبي المجد الأب والابن والروح القدس والظلها وإلى أبد الأبد كلها آمين صعصي في لابس روبي المجد لك يا محب البشر الصالح المجد لأمي كالعذراء وجميع قديسين صعصي في لابس روبي المجد لك أيها الوحيد أيها الثالوث القدوس ارحمنا صعصي في لابس روبي ليقم الله وليتمدد جميع أعداءه وليهرب من قدام وجهه كل مبغض اسمه القدوس صعصي في لابس روبي وأما شعبك فليكن بالبركة قلوب وربوات يصنعون إرادتك يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بالأزيحان قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب أبناء الكباش، قدموا للرب مجدا وكرامة، قدموا للرب مجدا لاسمه، اسجدوا للرب في دار القدس. أغابي تي في، الكنيسة التي في بيتك. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة آمين.